كسروب انت ما بقتش توب، والحاجات دي هتخليك تخسرنا الدوري وافريقيا. بص يا معالي الباشا، الاهلي مستواه ما يطمنش، والواحد صفر اللي احنا بنكسبها كل ماتش دي ممكن في ثانيه الا ثانيه تقلب 1-1. تمام، والثلاث نقط يروحوا مننا باي 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 باي، والثلاث فرق اللي قدامنا يطلعوا ايه لفوق. طب ايه هم الخمس حاجات؟ مبدئيا مهما تحط ديانج ومروان وراهم ياسين وياسر او ايا كان مين، او بيكم على مش على العدله بتاعته، برضه عمقك الدفاعي هيفضل مكشوف. الصح بيقول هادي رياض يلعب وجنبيه ياسين، وخلاص ياسين مصاب يبقى هادي رياض وياسر شويه عشان ياسر يريح، وديانج بس او مروان واحد فيهم على الدايره. تحط لي بقى جنبيه بالرمضان، خايف قوي تحط لي جنبيه كوكا، لكن مروان وديانج ما ينفعش. ديانج مش مركز 8. ديانج استلامه وتسليمه للكرة مش احسن حاجه. انا مستني اشوفه في فالنسيا هيعمل ايه. جميل الكلام يا سروب، جميل الكلام يا حبيب قلبي. نروح بقى للحته اللي قدام. ربنا كرمك بيوسف بالعمري اللي انت كنت معاند وما بتلعبوش. حلو ماشي، يبقى انا المفروض ايه؟ اخدم عليه، احط له امام على الطرف. ومش دي عدله امام، وامام مش بتخلق له السياقات دي تماما. امام بلاي ميكر، وتحط بالرمضان وراه، يبقى ساعتها بن شرقي اللي عيني ناحيه اليمين، برغم ان مش على عدلته بس بيحاول، بيقف لك على الكوره كتير، بيطلع هاني في واحده، بيطلع ديانج في واحده، بيعمل اوفر مره لامام زي ما بتيجي معاه. لكن اتفرج على الجبهه دي وميل عليهم امام، بن شرقي بالعمري وجنبهم امام عاشور، او يميل عليهم بالرمضان. هي دي الجبهه اللي يجي منها الخطوره بتاعتك. نروح بقى للناحيه الثانيه، الناحيه دي اللي فيها مشاكل كتير. انا معايا لعيب في اخر 5-6 سنين بيقولوا ان هو واحد من احسن 3 أو 5 في افريقيا في الحته دي. مين؟ الشحات، وده رقميا. فانا ربنا كرمني بيه، يبقى انا اعمل ايه؟ الشحات ده يمسك الجنب اليمين، يلازم الجنب اليمين. انت مصر على الطاهر. طاهر عنده مشكله في مستواه الفتره الاخيره، وطاهر طول ما عنده مشكله مش هيديك في مركز الجناح. يا اما تحط طاهر كمهاجم او كشادو سترايكر، ما تحطهولوش ليا ولا جناح يمين ولا جناح شمال. علشان كده حسين الشحات اللي يلعب هنا. اخر بقى حاجه خالص، المهاجم بتاعي مروان عثمان، مفيش فيها كلام. ضيع واحده قدام الجونه كانت ممكن تيجي، بس جاب واحده في سموحه. بس بينزل ويخترق وبيصنع فرص وبيشارك في عمليه صناعه الفرص والكلام ده كله. مين بديله؟ بديله شريف. يعني انت لو عايز تسد اللعيب، شريف جعان كوره، شريف بيلعب برجله اليمين والشمال. شريف اللعيب الوحيد اللي فيه ان هو ما بيطلعش على الثنائيات وياخدها من فوق، لكن شريف على الارض تمام يجيبوا جون بالطول وبالعرض. اسمع مني، فده بديل ده. هتعمل كده هناخد الدوري وهناخد افريقيا مع رجوع زيزو وتريزيجيه. مش هتعمل كده يا مستر سروب؟ اشك ان احنا ممكن نطلع ببطوله السنه دي. قول لي انت بقى في الكومنتات، احنا هنطلع فعلا ببطوله